السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. شركه اوبو بقى يا جماعه بتعلن عن سلسله الاوبو رينو 10 في الشرق الاوسط، بقت موجوده دلوقتي رسميا في الامارات والسعوديه وقريبا ان شاء الله في السوق المصري. والسلسله دي بيجي فيها 3 هواتف كالمعتاد، هاتف في الفئه المتوسطه، وهاتف في الفئه المتوسطه العليا، وهاتف في الفئه الرائده او فئه الفلاج شيب. وخلونا مبدئيا كده بقى نتكلم عن النسخه القليله بتاعت الفئه المتوسطه اللي هيبقى عليها طلب اعلى اكيد، لان هي دي الفئه اللي بتبيع اكتر في الشرق الاوسط. الاوبو رينو 10 5G. مبدئيا كده تصميم الهاتف بيجي من البوليكربونات، ظهر لامع زي ما احنا شايفين بيوحي لك ان هو هاتف زجاج وشكله شيك جدا. ظهر الهاتف فيه البابل اللي احنا شايفينها دي كده، بيجي فيها العدسه الواسعه الكبيره، وتحت منها النص اللي من تحت ده فيه عدستين زي ما احنا شايفين، وما بينهم طبعا في لونين مختلفين اهو، وفوق في الفلاش. تصميم الهاتف من الامام بقى شاشه بتستحوذ على الواجهه الاماميه بالكامل باستثناء الهول بانش الصغير جدا. الحواف الموجوده على الجنبين ومن اعلى الهاتف تكاد تكون منعدمه تماما، وكمان من اسفل الهاتف بيزل خفيفه جدا جدا تكاد لا ترى برضه. ونروح نتكلم بقى عن الشاشه الرائعه الموجوده في الهاتف هنا. الهاتف هنا بيجي بشاشه من نوع اموليد بحجم 6.7 بوصه، شاشه كبيره جدا، فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 394 بكسل بير انش، وشده سطوع الشاشه دي بيوصل لحد 950 نتس، سطوع عالي جدا طبعا. ومعدل تحديث الشاشه 120 هرتز، وبتدعم ال اتش دي ار 10 بلس. فانت الشاشه هنا عندك في الفئه المتوسطه توليفه ممتازه جدا يا جماعه. المعالج بقى الموجود في الهاتف هنا هو معالج من شركه ميديا تك، وهو الدايمنستي 7050، معالج بدقه تصنيع 6 نانومتر، معالج موفر جدا في الطاقه ومميز جدا كمان في الالعاب للناس اللي بتحب الالعاب والكلام ده. وخاصه مع الشاشه الممتازه بالالوان الممتازه هتقدر تلعب بكل اريحيه، وهتقدر تشاهد محتوى رائع جدا على الشاشه دي والهاتف ده باستخدام المعالج ده. حبشتكنات الهاتف بقى، الهاتف بيجي عليه السكين بتاعت اوبو طبعا كلر او اس 13.1 المبني على اندرويد 13. والهاتف هنا بيجي بسماعات ستيريو طبعا، حاجه ممتازه جدا عشان يبقى صوت محيطي حوالين منك وتستمتع بتجربه ال اتش دي ار 10 بلس وانت بتشاهد محتوى رائع جدا. يعني الهاتف ده تقدر تلعب وتسمع وتعمل كل حاجه عليه بكفاءه. الهاتف هنا ما فيهوش فتحه سماعات 3.5 مللي. الهاتف هنا بيدعم الان اف سي، وكمان الهاتف هنا فيه اي ار ريموت. دي حاجه غريبه جدا من اوبو، بدانا نتعود عليها شويه في الفتره الاخيره، بداوا يهتموا بالحوار بتاع الاي ار ده. زي ما احنا عارفين طبعا شاومي هي صاحبه الرياده في الموضوع ده من ساعه ما عملوا الحوار ده، ما شالوهوش من التليفونات بتاعتهم نهائي. حجم البطاريه بقى في الهاتف هنا 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع جدا 67 واط عن طريق منفذ تايب سي. طبعا 67 واط ده سرعه شحن ممتازه جدا في الفئه السعريه اللي نازل فيها الهاتف. الهاتف هنا بيجي بكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، والكاميرات الخلفيه بقى المميزه جدا بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، وعدسه ثانيه او كاميرا ثانيه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، ودي مخصصه للزوم، كاميرا زوم عشان تقدر تقرب بدون ما تخسر اي كواليتي او اي تفاصيل في الصوره اللي انت بتاخدها. والعدسه الثالثه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، ودي كاميرا او عدسه الالترا وايد عشان تقدر تاخد زاويه واسعه اوسع من العدسه الرئيسيه. والكاميرات هنا بتصور 4K، كاميرات ادائها ممتاز جدا الصراحه، بتقضي الغرض معاك جدا في الفئه السعريه اللي نازل فيها الهاتف، حاجه مميزه جدا. طبعا احنا بنتكلم بسرعه شويه في الفيديو ده عشان نقدر نغطي الثلاث هواتف او نغطي السلسله كلها، وبعد كده ان شاء الله ممكن نعمل بينهم وبين هواتف ثانيه مقارنات ونتكلم بالتفصيل اكتر عن الهواتف دي. ولكن انت هتخرج من الفيديو ده عارف كل حاجه عن الهواتف دي، وعارف هي مناسبه ليك ولا لا، لمتطلباتك ولا لا. يعني هتقرر في اخر الفيديو انت ينفع تشتري هاتف من الثلاث هواتف دول ولا لا. طيب اخر حاجه بقى تسعير الاوبو رينو 10 ال 5G ده. انت عندك نسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رامات، دي تم تسعيرها في السوق السعودي ب 1500 ريال، وبرده في السوق الاماراتي بنفس السعر 1500 درهم. ونخش بقى على الاوبو رينو 10 برو 5G، نفس المواصفات، معظم المواصفات اللي موجوده في الاوبو 10 العادي، ولكن بعض التغييرات وبعض الحاجات بقى البرو اكتر هنوضحها لك دلوقتي. وهي بالمناسبه تغييرات مش كتير، يعني تغييرات بسيطه. اول تغيير معانا المعالج هنا تم تغييره، ما بقاش من شركه ميديا تك، ودلوقتي المعالج من كوالكوم سناب دراجون 778 جي بتكنولوجيا 6 نانومتر، معالج موفر جدا برضو في الطاقه. والمعالج الرسومي هو الادرينو 642 ال، وزي ما احنا عارفين فئه الجي من كوالكوم او سناب دراجون بتبقى مخصصه اكتر للالعاب، يعني المعالج الموجود هنا مخصص اكتر للالعاب معاك ومخصص للمهام القويه شويه. فبرضو الهاتف هنا طبعا بالتاكيد هتعرف تلعب عليه بكل اريحيه، وهيأدي معاك المهام والوظائف اللي انت
محتاجها من الهاتف بكل كفاءه. الهاتف هنا بيجي بنسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رامات. والاختلاف الثالث بقى الكاميرات. العدسه الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وفيها او اي اس مثبت بصري، وباقي تفاصيل الكاميرات هي نفس الكاميرات اللي موجوده في النسخه التن العاديه. والاختلاف اللي بعد كده البطاريه. حجم البطاريه هنا 4600 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع. الشاحن هنا اسرع 80 واط. في النسخه العاديه كانت حجم البطاريه 5000 وكان الشاحن 67 واط، ولكن هنا 80 وحجم البطاريه اقل شويه بقى 4600 ملي امبير. السعر بقى للنسخه 256 جيجا مع ال 12 جيجا رامات دي تم تسعيرها ب 2300 ريال في السوق السعودي، ولكن في السوق الاماراتي هنا اقل من السوق السعودي، هنا ب 2000 درهم فقط. النسخه العاديه كانوا نفس السعر 1500 درهم و1500 ريال، ولكن هنا في فرق في السوق الاماراتي عن السوق السعودي 300 فرق 300 درهم. نيجي بقى لنسخه الفلاج شيب، نسخه الاوبو رينو 10 برو بلس 5G. اول اختلاف واهم اختلاف هنا هو في ابجريد للشاشه بقى، عشان انت هنا دخلت فئه ثانيه مختلفه خالص. فئه الفلاج شيب دي الشاشه لازم تكون اقوى من كده شويه. الشاشه هنا طبعا تم ترقيتها بقت كواد اتش دي مش فول اتش دي، وزي ما هي شاشه اموليد بحجم 6.74 بوصه بكثافه بكسلات 451 بكسل بير انش. شده اضاءه الشاشه دي بتوصل لحد 1400 نتس، ومعدل تحديث الشاشه 120 هرتز زي ما هو، وبرده بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس. شاشه طبعا افضل واحسن من النسختين اللي قبل كده. والاختلاف اللي بعد كده كمان برده المعالج اتغير هنا في الهاتف ده، لازم يكون برده معالج فلاج شيب. والمعالج هنا هو برده من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 بلس جين 1 بدقه تصنيع 4 نانومتر بقى مش 6 نانومتر زي النسختين اللي اقل من كده. طبعا معالج موفر اكتر في الطاقه بمعماريه احدث واعلى طبعا، ومعالج اقوى بكتير طبعا من الاثنين التانيين. والمعالج الرسومي هنا هو الادرينو 730. والهاتف هنا بيجي بنسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رامات. في اختلاف هنا برده في الكاميرات. الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل برده. الثلاث كاميرات اللي في الظهر برده الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وفيها او اي اس مثبت بصري برده. ولكن العدسه الثانيه هنا 64 ميجا بكسل بتاعه الزوم عشان تقدر تاخد تفاصيل احسن بدون ما تخسر اي تفاصيل في الصوره خالص. وبرده العدسه دي فيها او اي اس مثبت بصري. الكاميرا الاخيره 8 ميجا بكسل الترا وايد زي في اخواته الاقل من كده، نفس حبشتكنات اخواته الاصغر منه. ما فيهوش فتحه سماعات 3.5 مللي، بيدعم طبعا ال NFC وفي اي ار ريموت برضه، وفي سماعات ستيريو اكيد، والبصمه موجوده اسفل الشاشه. حجم البطاريه هنا 4700 ملي امبير بتدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي، والشاحن هنا 100 واط علينا 20 واط عن النسخه الاقل منه. وفي نفس الوقت برضه البطاريه حجمها زاد 100 ملي امبير. واكيد طبعا اللي زاد كمان هو سعر الهاتف. النسخه ال 256 جيجا مع ال 12 جيجا رامات دي تم تسعيرها في السوق السعودي ب 3000 ريال، وفي السوق الاماراتي ب 2900 درهم. وبس كده، دي كل حاجه عن سلسله الاوبو رينو 10 الجديده اللي فيها الثلاث هواتف الجامدين جدا. زي ما احنا شايفين في اختلاف، بتبدا معاك من 1500 درهم النسخه العاديه او 1500 ريال لحد ما توصل ل 3000 ريال. تقدر بقى تحول بالمصري، وتقريبا قريب جدا هتنزل الهواتف دي في السوق المصري برضو، تقدر تشتريها بكل اريحيه، وهيكون في اسعار متفاوته. تقدر تختار الهاتف اللي على حسب ميزانيتك اكيد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.